مباشرة من بعد الكسيدة اللي دارت سميرة، وبحكم أنها ما سافراتش من 2019 قبل ما تولي صحفية في شوف تيفي، فسميرة قررت أنها تمشي لتركيا غير سياحة، ومن هاني تقد سنانها. وفجأة سبحان الله وغير بالصدفة نوفل غادي يشوف ستوري ديالها، وفاش غادي يعرفها كاينه تما غادي يعرض عليها باش تجي لعندو ويكري ليها اوتيل وطوموبيل اللي غادي تجيبها. لكن فاش كتدخل لباج ديال نوفل كتلقى على انها قبل حتى ما توصل لتركيا، نوفل كان ديجا كيتسناها في المطار ومشى معاه حتى وصلت للوطيل، وهذا الشيء كيعني انها هضرات معاه وداروا باش يتلاقاو وهي باقا في المغرب. ولكن واخا الدليل كاين الا ان سميره كتقول بلي هي ما كانتش عواله دير عنده عمليه، والشي اللي خلاه يقول ليها جي ضربي عندي دويره في الكلينيك. ايوا واللي ما شريت تنزه مع كتدخل سميره كتلقى كلينيك مقاد ومجهز باحدث التقنيات. ولكن اللي كلفت الانتباه ديالها هو ان هذوك الشهادات المعتمده د الاطباء اللي كيكونوا نورمالمون معلقين في الكلينيك ما حاطينهمش بتاتا. الشيء اللي غادي يخلي نوفل يحط سكرينات د الفيديوهات قدامين فيهم شواهد ديال كل طبيب كيبانوا عند المشاهير اللي مشاو عنده. لكن على اي في هذه المقابله سميره غتقول باللي اول ما بردت سنانها عند طبيبه قالوا ليها تعاود ترجع الغد ليه باش تركب السنان، ولكن بحكم انها هي كتفهم في هذا الشيء فرفضت دير هذه القضيه وما رجعتش باش تركبهم حتى ضربت شي شهر ولا شهرين مورا ما سالات كاع العمليات ديالها. ومن كثرت ما رفضت انها تركب سنان، واخا نوفل كان مقطع ليها التيكي الا انها قررت تسمح فيها وتخلص كل شيء من جيبها. وفي الصراحه هذا الشيء علاش مزيان الانسان يكون كيوثق كل شيء، لانه في شهر 5 من بعد ما فعلا سالت جميع العمليات وكانت ارتاحت غترجع للكلينيك وتلاقى مع الطبيبه اللي قادت لها السنان وتشكرها، حيت وعاتها وقالت لها انه الاسنان ما مزيانش يتركبوا والواحد هو اللي يخلي اللحم حتى يبرى. وتما فين سميره غتحط اللومه كامله على الناس حيت هما اللي كيتسرعوا كيبغيو يركبوا السنان دغيا. نمشيو للعمليات اللي دارت سميرة واللي كتقول انه كانوا في المجموع 6 بالاضافه للفتق اللي كان عندها، من بينهم الشفط والشد والنحت والحقل والدبل مونطون. وهذا الشيء كامل ما كانتش عواله ديرو وصدقت دايراه غير بالضحك من بعد ما قنعها نوفل. وهذا الشيء من بعد ما عرض عليها لدارو المتواضعه اللي ماشي قصر كما كيحسب للناس. سميره مباشره فاش كتدخل وكتلقى راسها في سبيطار عمومي كتلاحظ على انه كاع اطباء التجميل كيصوروا الكليان ديالهم، وتما فين غتلقى الطبيب اللي مسؤول عليها بلي هو مصري الجنسيه. لكن الصدمه هي فاش غتكتشف انهم في نفس النهار غيديروا ليها كاع العمليات دقه واحده، يعني الشفط والنحت والشد. الصحفية الاستقصائية سميرة حتى دارت العملية وسالتها عاد غتكتشف بلي الطبيب المصري اللي دار ليها العملية في سبيطار الدولة حاطينه غير في القائمة السوداء ديال الممنوعين من مزاولة الطب في مصر، وبشي طريقة غتعرف بلي خونا محطوط حتى في قوائم الإرهاب. وهادشي كامل قالوا ليها المساعد ديال الطبيب اللي قاد ليها الفورمة. هادشي خلاها تشك انه اصلا خونا ما عندوش الرخصة حتى باش يخدم في السبيطار ديال الدولة في تركيا. واكبر دليل هو انه كون كانت عنده الرخصة كون راه كانت عنده عياده خاصه فين يفتح الكليان بلاصه ما يديهم للسبيطار. وهذا الشيء بالنسبه ليها بدا كيطرح علامات تساؤل كبيره على مصدر الثروه المشبوهه ديال نوفل. وهنا فين كانوا اتهامات من طرف فاطمه الزهراء اللي قالت انه ممكن يكون مخدرات وممكن يكون تبييض الاموال بدون ما تعرف القانون التركي الصارم والتاريخ ديالو. وإلا جينا نشوفوه راه فعلا مستحيل تحل كلينيك او عياده في تركيا بدون شهاده ديال الطب اللي كيكون معترف بها. ولكن هادشي ما كيعنيش انه الا انت بغيتي تستثمر في هذا المجال فراه ما تقدرش. يكفي تلقى الطبيب اللي عنده خبره وشهاده دوليه معترف بها او اللي يكون واخدها من جامعه تركيه، وكتمشيو بجوج بكم لوزاره الصحه التركيه اللي عندها الفلوس كيكتبوا لي على انه غير كيملك العياده، والطبيب كيتسجل كمدير طبي للعياده كامله وهو اللي كيتحمل المسؤوليه القانونيه قدام القضاء ديال اي حاجه وقعات. اما المستثمر اللي حط فلوسه فراه ما عليه والو قدام القانون. وهذا الشيء داخل في سياسه الاستثمار الطبي سواء في تركيا او لا في العالم، لان الطبيب واخا يكون لاباس عليه عمرو يحلم يحل كلينيك اذا كان جاي من عائله غنيه بزاف. ولكن راجل اعمال اللي عنده فلوس يمكن ليه يمول مستشفى خاص. واللي كان ممكن يتساءلوا عليه في هذه المقابله هو الرخصة ديال التسجيل في وزارة الصحة تقدر توصل حتى 30 مليون مغربية، وغير باش تكلف محامي ومحاسب وشي تخربيقات تقدر تحط واحد 10 ديال المليون، وباش تكري
اسطنبول اللي العقار فيها غالي، خاصك واحد 15 مليون للشهر ولا اكثر. وغير باش تجيب اطباء وتخلصهم تزيد عليهم الموظفين اللي تما، فراه تقدر توصل حتى ل 200 مليون بلا الفلوس ديال التجهيز والمعدات الطبيه الى اخره. فمنين جاب هاد الفلوس؟ وبالمناسبة فراه هاد الأثمنة هما التوقعات ديال موقع في نموذج لا باس عليه اللي كيحط جدول تكاليف تقريبية لأي مشروع كيف ما بغى يكون، ولا كيقول لك أنه كلينيك جراحي تجميلي يقدر يكلفك من 700 مليون ولا أكثر حتى لجوج المليار. وعاد هنا كان ممكن يطرحوا السؤال ديال واش فعلا قدر يخلص داكشي لراسو، او لا بحكم انه مشهور وكيقدر يجيب الكليان نظرا للتجربة ديالو السابقة. كونسيبت العيادات في تركيا فقدر يحط شويه من جيبو وشاف شي شريك اللي دخل معاه. وهذا الشيء علاش اصلا كيمشيو للسبيطار ديال الدوله باش ينقصوا على راسهم التكاليف، لان بهذه الطريقه ما غاديش يحتاج لشي راس مال خيالي. ومره اخرى فراه هذا الشيء كيبقى مجرد احتمالات وارقام تقريبيه، ولكن الا اذا كنت فراغ غتعترف كيفاش تسلك راسك. دابا اللي غادي يصدمكم هو انه في هذه المقابله اللي تفرجوا فيها بزاف وكلشي كان كيتسنى ان سميره غتجيب لهم معلومات حصريه، الا انهم في الحقيقه غيضربوا في المصداقيه ديالها هي الاولى. لانه بكل بساطه نوفل اي واحد مشهور او لا كيجيه مثقف واحد شويه كيفتخر به بشكل كبير وكيولي يتعامل معاه باحترافيه. وداك الشيء علاش اي حاجه سميره كانت كديرها اولا كتقولها لنوفل كان كيصورها بلا ما يعرف انه هاد الاستراتيجي اللي كدير باش كيتشهر الكلينيك ديالو غتكون دليل واضح وقاطع ضد الأقوال سامرة اللي كيف ما شفنا ضربت في المصداقية ديال الطبيب المصري محمد ما مرة ما جوج. وبالتالي فاش غتسمعوا على أنه واحد الشهرين هذه سميرة كانت كتشكر واحد الطبيب محمد كتقول باللي راه زوين ولا يعمرها دار. وهنا كتسائل واش داكشي اللي كيقول نوفل على سميرة فعلا كاين او لا كاين شي سيناريو اخر كيدور في الكواليس. نوفل من بعد هاد الحرب الشرسة ومن بعد ما جاب ندى حسي لعندو حاول انه يتعامل معها بروفيسيونيل لدرجة بزز منه باش بدا كيضحك معاها. وفيما تحاول تجبدو تهضر معاه على اساس انه نوفل القديم كتلقى راسها كتضرب في الحيط، خصوصا وانه مباشرة من بعد ما مشات عنده غيحط بلاغ بصفته الملك ديال صوفيا كلينيك اللي قرر فيه باللي غادي يحبس التعامل ديالو نهائيا مع المشاهير ديال المغرب. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الحلقه. يلا طولت عليكم وخديت من وقتكم بزاف، سمحوا لي ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا نوعا ما ونشوفكم في الحلقه الماجيه ان شاء الله. واخر حاجه الا وصلتوا حتى لهنا وما درتوش لايك فراه ما درتوا والو، ضروري من انكم ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار الى حطيت فيديو جديد. وتخليوا لي الاراء ديالكم في هادشي اللي قلت لكم في هذا الفيديو في لي كومونتير لتحت. شكرا لكم بزاف على حسن المشاهده، الى اللقاء.